السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا. يلا نعمل مع بعض البطاطا بطريقة جديدة وطريقة سهلة وبسيطة وبنحصل فيها على احسن نتيجة ممكن تلاقيها في نضج البطاطا. هنحتاج معانا صينية او كيس حراري الكبير اللي هو بتاع الديك الرومي، وهنحط فيه بس البطاطا بتاعتنا كده فيه بعد ما غسلناها ونشفناها. هنرصها كده في الكيس. احسن حاجه لما تيجي تشتري البطاطا اللي هي مش بيكون عليها رمل، بيكون عليها طينه، لان دي بتكون في تربه طينيه بيكون طعمها احلى. بقى نحط البطاطا بتاعتنا كده، هنرصها في الكيس كده. وهنعمل ايه؟ هنقفل الكيس كده. يعني الصراحه مش عارفه البتاعه ضاعت مني، اللي بنقفل بيها ديت، فهو كده هنلفه كده ونحطه، مش هيفرق يعني. وهو هنخرمها شويه كده عشان الكيس ما يفرقعش. وهندخلها الفرن على الرف التاني على طول بعد الصاجة اللي تحت. اول رف تحت منها هنحط عليها الصينية، وهنسيبها لمدة ساعة او نص ساعة على حسب المدة اللي هتاخد فيها سوا. وبعد ما تطيب هنرجع لكم تاني ان شاء الله. السلام عليكم. جبنا بقى البطاطا، طبعا استوت اهي من الفرن وطلعناها في الحراري. ما شاء الله تبارك الله، مستوية مزبدة وجميلة. شايفين ما شاء الله؟ شايفين عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. مش محتاجة يعني، كأن طلع العسل بتاعها وطعمها روعة، وما اتحرقتش ولا حاجة، وواخدة السوا الكامل بتاعها ما شاء الله. يعني لما تجربوا البطاطا بالطريقة دي مش هتعملها غير دي، ومخدتش وقت في الفرن ولا حاجة. شايفين ما شاء الله الجمال؟ ايه ده؟ بسم الله. شايفين العسل؟ ما شاء الله تبارك الله. حتى الكبيرة فيها واخدة ايه وضعها كويس في السوا. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايه الجمال ده، الروعة دي! بسم الله ما شاء الله. دي بقى اولادك لما يدوقوها مش هيعوزوا طريقة تانية غير بيها. او اجمل حاجة نحطها لاولادنا. يعني مغذية وجميلة جدا، حتى لا ملهاش يعني، مش بتزود السكر ولا بتزود اي حاجة. يعني احنا ناكل واحنا مش خايفين ان شاء الله. يعني جميلة قلبكم. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.